ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هعمل لكم الفيديو اللي هو تركيب الرموش الدايمه اللي هي بتكون شعره شعره. الفيديو اللي فات انا كنت مركبه لكم الرموش اللي هي بتكون قطعه واحده. النهارده هعمل لكم الفيديو اللي هو بيكون شعره شعره، انت بتركبيها شعره شعره في رموشك وعاوزه تخليها دايمه، اللي هي مثلا تقعد معاكي شهر براحتك على حسب استخدامك، وفي المؤقته برضو على حسب برضو استخدامك انت حباها ايه. ده على حسب نوع اللزق اللي انت هتستخدميه. بصي بقى، اول حاجه انت هتستخدميها في تركيب الرموش الشعره شعره، هتجيبي لزق رموش لانيل لو انت عاوزاها دايما او تقعد معاكي وقت اطول، اسبوعين 3، ممكن تقعد معاكي الشهر على حسب استخدامك، اللي هو ما تفركيش في عينك جامد، ما تعمليش الحاجات دي او تغسلي وشك جامد قوي. هتقعد معاكي فتره طويله. لو مثلا استخدامك يعني صعب في عينك او كده، او بتعملي مثلا تدعكي عينك، او مثلا بتغسلي وشك جامد والكلام ده كله، ده هيخلي الرموش ان هي ايه، تبدا ان هي تضعف شويه وتقع. فبصي، اول حاجه انا عن نفسي هستخدم، عشان انا طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا ما بخليهاش على عيني فبشيلها على طول، فبالتالي انا بستخدم لزق اللي هو العادي، اللي هو اللزق اللي هو الضعيف، اللي هو ممكن لو شلته يتشال. وممكن على فكره باللزق ده تقعد معايا لتاني يوم او تالت يوم. يعني انا لما كنت بركب الرموش شعره شعره، او اللي هو امبارح لما ركبتها العاديه، الرمش العادي، ده في الفيديو اللي فات انا عملته. فقعدت معايا انا تاني يوم شلتها، يعني انا تاني يوم من الفيديو انا شلتها، نمت بيها وعادي خالص، وشلتها تاني يوم انا بايدي. بس فبصوا، اول حاجه انتوا هتحتاجوها في الرموش شعره شعره، دبانه رخمه قوي. اول حاجه هتجيبي الرموش اللي هي شعره شعره، بتكون كده جايه في العلبه زي كده. بصوا، بتكون عباره عن شعره شعره ايه، بتكون كده، وانت بتاخديها بالملقاط وتبداي ان انت تحطي عليها الجلو، وتبداي ان انت تحطيها في عينك. هبدا دلوقتي انا، يعني بصوا انتوا على حسب الكثافه اللي انتوا عاوزينها. انا في رموش انا قصاها من قدام عشان ما تكونش طويله، انا مركبه العين دي اهو، بصوا مش مخلياها طويله قوي، بحيث لو انا مثلا فضلت لازقه معايا او مستمره معايا موجوده في رمشي، لازقه في رمشي، ابدا ان انا عادي انزل بيها والكلام ده كله، كاني مش حاطه حاجه، مجرد بس كاني حاطه مسكره في عيني بس، كثيفه مكثفه الرموش ومطولها شويه. فانا ما بحبهاش تكون طويله قوي، بحبها تكون عاديه. بصوا عامله ازاي، بصوا هي كلها بتكون لازقه على الرموش، مفيش اي حاجه من هنا، واخدين بالكم؟ هبدا انا دلوقتي بالملقاط، هاخد الرمش، بص هاخده من الباكج بتاعه كده، بص انا اخدته كده بالملقاط. هحط في الحته اللي هي جايه بميله دي، هحط فيها من هنا الجلو. بص بقى، انا هبدا ان انا احط في الناحيه العكسيه عشان ابدا ان انا احطها كده. احنا في الطبيعي بنحط الرمش كده، لكن انا هحطها في التوقيت ده، هحطها من تحت كده. فانا هحط حته صغيره جدا من الجلو، يعني هي لا تذكر، انا مش عارفه شايفينها ولا لا، هي حته صغيره جدا. وهبدا ان انا ارفع الجفن كده، وابدا ان انا احطها على الرمش بالظبط. اخدتوا بالكم ولا ما اخدتوش بالكم ان انا المرايه قدامي؟ وتلزقيها على الرمش وتسيبيها، هي هتلزق مع نفسها. انا كده اخدت تاني رمش، وهبدا ان انا احطه بنفس النظام جنبيها على طول، واسيبها، يعني بحط على الرمش ذات نفسه وبسيبه.
بعد ما اسيبه هو بقى هينشف مع نفسه، هيمسك مع في الرموش مع نفسها بالظبط. يعني كده حطيت انا رمشين. مش عارفه كده انتوا شايفين؟ ثواني اعدل لكم الكاميرا شويه. كده هاخد الرمش التالت وهبدا ان انا حطيت عليه الجلو، وابدا ان انا انشفه شويه، وابدا ان انا ارفع جفن عيني كده والزق على الرمش بالظبط. الرمش ده هيكون طويل عن ده شويه علشان انا ما قصيتهوش، انا واخداه من العلبه على عيني على طول. لكن انا في حاجات انا قصاها بس ما، وكنت مستخدماها قبل كده بس ما حبيتش ان انا ايه الزقها تاني، فقلت اخد انا ايه رموش جديده. بصوا هتلاقوا بصوا طويله شويه، وهتسيبيها لحد لما هي هتنشف. انت مجرد بس بتلزقيها على الرمش ذات نفسه. والموضوع ده على فكره مش من اول مره هتنجحي فيه، هتحتاجي ان انت تتمرني مره مع مره مع مره. الرمش ده ممكن يقع هتلزقيه تاني كده لحد لما تظبط معاكي، مش من اول مره. انا برضو من اول مره ما ظبطتش معايا، انا فضلت اجرب لحد لما ظبطت معايا وعرفت ان انا الزقها. فانتوا مش من اول مره تيأسوا، انتوا الاستمرار هو اللي هيخليكم تنجحوا في الحاجه، اذا كانت اي حاجه في الدنيا، تركب رموش اي حاجه. فانا بس حبيت ان انا اوريكم ايه الطريقه علشان تعرفوا ان انتوا تركبوا الرموش لنفسيكم والرموش دايما معاكم، و يعني باسهل طريقه ممكن تسوي هو ملقاط ولزق، والرموش هتشتروها من اي مكان من عندكم. بصوا انا كده ركبت الرموش كلها، مش فاضل بس غير الجزء اللي قدام ده. هبدا ان انا زي ما قلت لكم احطها كده، ان الرموش اللي قدام دي بتكون خفيفه جدا، فانتوا هتمسكوا كده تبداوا ان انتوا تحطوا على الرمش وتسيبوه كده. بصوا هو عاوز كده باين يتفك اهو، بصوا هو اتشال اهو عادي خالص، مفيش اي مشكله. هبدا ان انا الزقه تاني واحط فيه جلو، وانشفه. بعد كده امسك تاني الجفن وابدا ان انا احطه على الرمش بالظبط وهسيبه بس كده. ادي الرموش كلها بصوا اتركبت ازاي. دي الرموش الشعره شعره. طبعا فيديو النهارده اهدى كتير من الفيديو بتاع امبارح. الفيديو بتاع امبارح كان كله شقلباظات ورخامه، فالفيديو النهارده اهدى. يا رب بس تكونوا عرفتوا ايه الطريقه اللي تحطوا بيها الرموش. الرموش دي نفس الرموش دي، يعني الاتنين زي بعض في التكنيك ان انتي تمسكي الجفن من فوق وتبداي ان انتي تحطيه. التاني هو بيكون طبعا رمش واحد، تبداي ان انتي تحطيه تقصيه على قد عينك وتحطيه من تحت هنا على الشعر، مش على الجفن الابيض ده مش ما بيلزقش عليه اي حاجه عشان طبعا ما يدخلش في عينك اي حاجه. مش طبعا مش هيلزق عشان ده على طول في ميه، فمش هيلزق معاكي، فبالتالي انتي هتلزقي على الشعر، شعر الرموش ذات نفسه. وبس كده، وبكده نكون خلصنا الفيديو. والشعر شعر زي ما انا قلت لكم، هو بتحطي برضو على الرمش بتحطي شعره زي ما وريتكم في الفيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم باذن الله الفيديو الجاي، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. واي فيديو انتوا عاوزينه ان انا اعمله لكم اكتبوا لي في الكومنتات، وانا برد على كل الكومنتات. يلا باي باي.